اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده على قناه مامي ميس على اليوتيوب. اهلا لين، مرحبا. الحمد لله. اليوم رح نعمل اشي جديد ومختلف عن كل حلقه. شو رح نعمل اليوم يا لين؟ اليوم رح نعمل عصائر. طبعا احنا بشهر رمضان واهم اشي بوجبه الفطور شو هو؟ العصير، لانه الواحد بيكون عطشان وتعبان وبيستنى ساعه الافطار حتى انه يشرب مي وعصير. طبعا في كثير عصائر بنعرفها، ولكن في عصائر جديده وغير معتاده ومفيده جدا. طيب يا لين، شو اول عصير رح نعمله معنا اليوم؟ العصير الاخضر. العصير الاخضر بتميز بانه فيه فواكه وفيه اعشاب لذيذه كثير، وما فيه اي شيء من الفواكه الحمراء. بدنا نبعد عن كل الفواكه الحمراء. بنشوف ايش المكونات اللي معنا اليوم. كيوي، شمام، ليمون، ريحان، نعناع، حليب مكثف محلى. هلا رح نبدا بتحضير اول عصير معنا لليوم، ورح نحتاج اكيد خلاط لحتى نخلط فيه المكونات اللي حكينا عنها. عشان نعمل كاسه واحده نحتاج حبتين من الكيوي، عصير ليمون، شرحات من الشمام، وراء النعناع وراء الريحان، ومعلقتين من الحليب المكثف المحلى. طيب رح نبدا اول شيء بالليمون. اوكي، بدنا نعصر الليمون. شو رايك تساعدينا انت تعصري لنا الليمون؟ اوكي. بتحب لي المقطع عصر الليمون دايما. بعد ما خلصنا عصر الليمون هلا رح نجيب الخلاط ونبلش نضيف عليه الفواكه والاعشاب لحتى نسرع العصير تاعنا. اول اشي يا لين رح نحط كيوي. يلا. ومعلقتين من عصير ليمون. رح نضيف شرائح شمام. رح نستخدم 5 شرحات. 1 2 3 4 و5. رح نستعمل كمية بسيطة من ورق النعناع، برضه حوالي 3 ورقات من الريحان. هلا آخر شيء رح نضيفه اللي هو الحليب المكثف المحلى. معلقتين من الحليب المكثف المحلى. معلقة ريحان. طبعا ممكن نستعيد عن الحليب المكثف المحلى بالعسل، يعني هذا حسب الرغبة. هلا رح نخلطهم على الخلاط. هيك العصير انخلط معنا، وهلا رح نصبه في كاسة لأنه صار جاهز للتقديم. زي ما انتم شايفين صار العصير معنا جاهز. هلا بس بدنا نحط عليه شوية لمسة تزيين. في عنا هون شرحة واحدة من الكيوي، رح نفتح طرفها وندخلها على طرف الكاسة. اوكي. وندخل معها شوية نعناع. هيك صار أول عصير معنا اليوم جاهز.